كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. إزاي تكتشف ملفات ومجلدات مخفية على أي موقع؟ ده من خلال أداة داير سيرش. أداة داير سيرش بتجيب لك الملفات والمجلدات المخفية داخل الموقع، يعني ممكن تكتشف بيها صفحات زي مثلا ادمن، لوجن، داشبورد، باك اب، كونفيج، ودي صفحات بتكون مخفية على الموقع. الأداة بتستخدم البروت فورس في البحث عن الصفحات دي أو الفولدرات دي. يعني ايه بروت فورس؟ يعني بتستخدم وورد ليست، قائمة أسماء مجلدات وفولدرات، وبتجربهم. يعني بتبدأ تجرب مثلا ادمن وتشوف نفسها هتدخل على حاجة في الموقع ده ولا لا. لو دخلت على حاجة يبقى فعلا في فولدر اسمه ادمن، مفيش بتجرب اسم تاني، وهكذا. زي ما يكون عندي مجموعة ناس وانا مش عارف اسم اي حد فيهم، فبجرب اسماء محمد، احمد، لغاية ما حد يرد عليا فبعرف ان في ملف بالاسم ده. دي الاوامر اللي هنستخدمها. اول مجموعة دي بتعمل داونلود وانستول للتول. تاني مجموعة دي بتشغل لي التول، ودي أوامر متنوعة، يعني كل أمر من دول بيشغل التول، بس مختلفين في قوة كل واحد منهم. فدلوقتي هنعمل داونلود وانستول للتول من خلال الكومنز دي. ودلوقتي تعالوا نجرب أول أمر فيهم وأبسط أمر فيهم. ده اسم الموقع، ده بيطلع لي النتيجة بالشكل ده. دي الصفحات اللي هو وصل لها، والأكواد دي بتعرفني نوع الصفحة دي ايه. يعني 200 مثلا دي صفحة موجودة وتم فتحها، يعني هو وصل للصفحة دي. 301 دي صفحة إعادة توجيه دائمة. 302 دي صفحة إعادة توجيه مؤقتة، يعني دي صفحة بتوجهني لموقع تاني أو لسيرفر تاني. 403 دي صفحة موجودة لكن ممنوع الوصول إليها. 404 صفحة غير موجودة. فهو بيجيب لي كل الصفحات اللي على الموقع. أنا ممكن أحط النتيجة دي على شات جي بي تي وهو يقول لي الخلاصة. أهو بيقول لي دي صفحة إعادة توجيه مؤقت وده مسارها، ودي صفحة إعادة توجيه دائم وده مسارها. وبعدين ادي 403 دي اهم حاجة اللي هي الصفحات المهمة. بيقول لي ان في الصفحات دي ولكن ممنوع الوصول اليها، يعني معرفش يوصل لها. وبيجيب لي الخلاصة. الخطوة اللي جاية ايه بقى؟ بعد ما بوصل للصفحات دي بعمل ايه؟ الخطوة اللي جاية ان انا بستخدم اداة الوات ويب. الاداة دي بتعرفني التقنية اللي شغال بيها الموقع، يعني نوع لغة البرمجة اللي في الموقع ايه، نظام ادارة المحتوى اللي في الموقع ايه، عشان اقدر اعرف الطريقة اللي ممكن اخترق بيها الملفات دي. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو بيشرح لك اداة الوات ويب. طيب باقي الاوامر، فالمفروض اننا نجرب كل الاوامر دي. هنا مثلا البحث عن ملفات بامتدادات معينة. هنا البحث باستخدام الوورد ليست. الوورد ليست دي فيها اسماء فولدرات شائعة، فهو بيبحث من خلال الوورد ليست دي، يعني بيقعد يجرب الاسماء دي، ولو في اسم منهم موجود في الموقع فهو بيكتشفه. يعني زي ما يكون عندي مجموعة من الناس كده وانا مش عارف اساميها، فبقعد اقول اسماء عشوائية لغاية ما في اسم يصادف معايا يكون موجود في الناس دي. الامر ده لتسريع الفحص. الامر الاولاني ده بيقول لك ان في صفحة اعادة توجيه وخلاص، لكن مش بيتتبع اعادة التوجيه دي، مش بيقول لك بيوجهك لموقع ايه او لرابط ايه. الامر ده بيتتبع الريدايركت، يعني بيقول لك اعادة التوجيه دي رايحة للينك ايه او لموقع ايه. لحفظ النتائج بستخدم الامر ده، وده اسم الملف بكتبه اي اسم طبعا. وهنا فحص عدة مواقع مرة واحدة، يعني بعمل ملف واحط فيه كل المواقع اللي انا عايزها وبكتب هنا اسم الملف.